علاج طبيعي. عامل ايه يا مدلكات؟ إيه؟ يا بتاع المساج. إيه؟ يا اخصائي. دكتور علاج طبيعي. بتعاني من ايه؟ من السكاشن اللي بنقلع فيها، احنا بنفقد شرفنا قبل كرامتنا، وكل ما هو اناتومي فهو مرعب. ايه اللي بيضايقك من المجتمع؟ ان انا في نظر المجتمع مدلكاتي بتاع المساج، وان اي حد يشوفني يقول لي يا دكتور شوف رقبتي، ايدي، ظهري وجعني. دلوقتي بقيت دكتور، ها انا ظهري وجعني وساكت ما بتكلمش، ومجموعه ناس تعبانين في دماغهم بيقولوا عليا ان انا اخصائي مش دكتور، وكل شويه يقولوا لي بقى خلص عشان تفتح مركز وتعالجنا ببلاش. ببلاش؟ طب من اجل هذه الايام والليالي سعر الكشف والجلسات هيبقى غالي. مين اعدائك كطالب علاج طبيعي؟ بتوع طب بشري اللي فاكرين نفسهم اعلى مننا، بس احنا بقى اعلى منهم عشان احنا بنعالج الناس من غير جراحه وعمليات. والدخلاء بتوع التربيه الرياضيه يجي لك واحد بتاع نفخ وتنطيط الكوره ما اخدش هيستولوجي ولا فاسيولوجي ولا بايو، ويقول لك انا دكتور زيك. دكتور انت مدرس العاب، بالله عليك يا اخويا خليك في الجري بتاعك. ايه هي امنيه حياتك؟ ان انا اتخرج وافتح مركز واغلي الكشف والجلسات عشان الناس تحرم تقول لي يا مدلكاتي. في نهايه البودكاست ده تحب تقول ايه؟ احنا مش بتوع تدليك ومساج، واللي هيقول لي كده هستناه لما يتشل ويجي يتعالج عندي. واحب اقول ان علاج طبيعي اسطوره السنين يا شويه مبتدئين.